ابويا هو ابني الحقيقي، وحظي في الرجاله من ازبل لازبل زي البكابورت. وما يغركش كل اللي انا فيه ده بالصدفه، بس تيجي تتكلم عن مناخيري كله اللذيذ. سيبك من نيلي كريم اللي بتشوفها على الشاشات، وتعال احكي لك كل حاجه من الاول في بروفايل. قبل سنة 1974 بكام سنة اتقابل راجل مصري اسمه السيد عطا من الزقازيق مع بنت روسية، ورغم كل الاختلافات الاتنين وقعوا في حب بعض وقرروا علاقتهم تبقى رسمية وفي الحلال، واتجوزوا في اسكندرية وخلفوا بنوتة خدت الجمال الروسي من مامتها وسموها نيلي. وفضلوا في مصر 6 سنين، وبعدها مراته قالت له ما تيجي نعيش في روسيا وهي البنت تكمل تعليمها بأحسن شكل. وبعد شوية تفكير سافروا فعلا وعاشوا هناك في روسيا 10 سنين كاملين. البنت الصغيرة كبرت فيهم وخلصت تعليمها وقعدت 3 سنين منهم تتعلم رقص الباليه. ومرة واحدة الأب تعب وجاله سرطان ورجعوا مصر تاني. هنا تتغير حياة نيلي كلها، اللي فجأة لقت نفسها في بلد مش فاكرة منها حاجة، وكل اللي كان شبه حياتها القديمة إنها بترقص باليه بس في الأوبرا. وبعد مدة قصيرة الأب يموت ويسيبها هي ووالدتها اللي وقفت قصاد كل ده بقوة وما استسلمتش بسهولة. الفترة دي نيلي كريم كانت بتحب حد وراحت قالت لوالدتها إنها عاوزة تتجوزه، وده مش حد غريب، لا ده فلان الفلاني اللي كلكم عارفينه. الكلام ده بالنسبة لأم أجنبية غريب، بنتها عاوزة تتجوز وهي عندها 16 سنة. كانت صدمة بالنسبة لها وقالت لها مفيش جواز، انت شكلك اتجننتي. نيلي سمعت الكلام ده وما فكرتش فيه دقيقتين على بعض، وراحت قالت للشخص اللي بتحبه يلا نتجوز ما تفكرش كتير. وفعلا راحت اتجوزت من ورا اهلها ووقفت قصاد مامتها وقالت لها باركيلي انا اتجوزت. الست يا عيني لطمت بالمصري والروسي من صدمتها في بنتها، بس ما كانش قصادها حل غير انها تتقبل الامر. وخلفت نيلي الطفل الاول كريم والتاني يوسف، وبقت وهي لسه في اول العشرينات ام الاتنين وزوجة. بس في وسط كل ده ما فكرتش تستغنى عن الباليه، وما كانتش واحدة من ضمن الفريق، لا الكل كان عارف هناك مين هي نيلي كريم بسبب شطارتها وحضورها على المسرح. وفي اول عشريناتها كانت بتقدم عرض على المسرح ومتألقة زي عادتها. بس اللي ما كانش عادي اللي حصل بعد اليوم ده، وبالصدفة كان حاضر العرض المخرج يحيى العلمي، وبسبب حركات نيلي الخفيفة قال بس هي دي اللي هتعمل الفوازير اللي في دماغي. وراح لنيلي وعرض عليها الموضوع، وكانت مش مصدقة نفسها لأنها عمرها ما خططت الدخول للتمثيل. ومع شوية تفكير كده قالت وماله ما نجرب، مش هنخسر حاجة يعني. وراحت تقول للمخرج إنها موافقة، قام قايل لها في تفصيلة صغيرة بس محتاجين نغيرها، اسمك مش هينفع تبقي نيلي بس وتقدمي كمان فوازير، كده الناس هتقول انك بتقلدي نيلي الاصليه. قامت قالت له طيب هنغيره لايه؟ كان رده انها تخليه زي ما هو وتحط اسم واحد من عيالها بعد اسمها، واختارت كريم ابنها وبقت اسمها نيلي كريم وعملت الفوازير. واتفتح لها طاقة القدر لما فاتن حمامة اختارتها للتمثيل معاها في مسلسل وجه القمر، وبعدها جالها دور في فيلم سحر العيون، وبقت حياتها ماشية دور ورا التاني وكل حاجة زي الفل، لدرجة ان جالها دور مع يوسف شاهين في فيلم اسكندرية نيويورك. والمرة دي كمان اتطلب من نيلي تغير حاجة من نفسها، والمخرج الكبير قعد معاها وقال لها اعملي عملية تجميل في مناخيرك علشان الدور. قامت رد عليه من غير تفكير وقالت لما تعمل انت عملية في مناخيرك ابقى انا اعملها، وخدت الدور من غير ما تغير اي حاجه في شكلها. وفي وسط كل ده حياتها الخاصه كانت فيها مشاكل، وانفصلت عن ابو عيالها، ولانها ما كانتش لسه اتشهرت محدش كان عارف ايامها هي اتجوزت امتى واتطلقت امتى ولا انها عندها عيال، لحد سنه 2004 لما اتجوزت جوزها الثاني خبير التغذيه هاني ابو النجا. ودي اطول جوازه في حياه نيلي كريم اللي قعدت معاه 11 سنه وخلفت منه بنتين، وانفصلوا في 2015. لكن المره دي كانت خلاص بقت نيلي كريم المعروفه، والكل عرف انها اتطلقت، وجوزها كمان شخصية معروفة وعلق على طلاقهم، وكان من وجهة نظره ان جوازهم ناجح لان هما الاتنين نجحوا في شغلهم على مدار ال11 سنة، وان نيلي اتعرفت اكتر وهي معاه. تقوم هي طالعة في برنامج وقايلة انا اكيد ما كنتش هعرف اجيب جرعة النكد دي في اعمالي الا لو كنت عشت ال11 سنة دول. ومن هنا اتفهم ان علاقتهم كانت متوترة بعد الانفصال، بس من بعدها كل واحد فيهم ركز على حياته، ونيلي كملت في طريقها زي ما هي وبقت تنجح اكتر ومش بتعمل مشاكل مع حد ولا حد بيشوف اسمها في الاخبار غير وقت اعمالها، لحد سنة 21، السنة اللي اعلنت فيها نيلي انها اتجوزت من هشام عاشور لاعب الاسكواش المصري. وفجأة نزلوا صور فرحهم وسط حضور اصدقائهم وقرايبهم بجو صيفي في الجونة، وبعدها راحوا قعدوا على كنبة منى الشاذلي وبداوا يحكوا هم اتعرفوا على بعض ازاي. والحكاية بدأت لما نيلي قابلت هشام في امريكا وكانوا بيحضروا مهرجان سنة 2017 بس ما اتكلموش قوي مع بعض. وفي 2020 صاحبة نيلي المقربة كانت تعرف رامي عاشور المغني اخو هشام، وكان بياخد رأيها في شوية اغاني،
واتعرف على نيلي وقتها، وبعدها اتقابلوا كلهم مع هشام في الجونة وقعدوا مع بعض وهزروا وضحكوا. وبعد 3 أيام هشام قال لنيلي تتجوزيني، والموضوع اتاخد في الأول بهزار، لكن بعد فترة بقى جد واتجوزوا فعلا، وكانوا قابل لذيذ بالنسبه للجمهور، رغم ان في البدايه خدوا شويه تعليقات على فرق السن اللي ما بينهم وانها اكبر منه ب7 سنين. بس نيلي قالت انا قبل هشام كان كل اختياراتي من اسبل لاسبل زي البكابورت. وبعد 2 من الجواز هشام اعلن انه هيشارك في مسلسل عمله نادره بطولة نيلي كريم. الموضوع كان غريب بالنسبة للناس، انت راجل لاعب سكواش، ايه علاقتك بقى بالكلام ده؟ واتهموا نيلي انها اللي رشحته علشان جوزها ودخلته مجال التمثيل بالواسطة والمحسوبية والحب، وكان ردها انها عمرها ما عملت كده في حياتها، وان جوزها بطل سكواش والقائمين على العمل اللي طلبوه. الكلام كان مقنع وزي الفل لحد ما باسم سمرة طلع مع رامز السنه دي، ووقت ما كان فاهم ان الكاميرات مش شغاله قال ان نيلي جابت هشام عاشور مكانه في مسلسلها الاخير، وانه بتاع سكواش ومالوش في التمثيل. وساعتها نيلي ما ردتش عليه، بس جوزها هو اللي رد وقال ان اللي ضايقه اللي عمله رامز جلال مش كلام باسم سمرة. والحكايه اتقفلت لما باسم سمرة اعتذر والموضوع خلص على كده. طيب في وسط كل ده شغل نيلي كان ايه الدنيا فيه؟ اتقال ساعتها انها عامله مشاكل مع المنتج جمال العدل بعد فيلم عزيرو مع محمد رمضان، وده لان اول بوستر للعمل ما كانش عليه صورتها، وما روجتش للعمل باي شكل وقت نزوله في السينما ولا حتى حضرت العرض الخاص. ولما جمال العدل اتسال عن الموضوع ده قال استحاله تبقى متضايقه مني، ده احنا بينا عشره طويله وانا كنت وكيلها في الفرح على هشام عاشور. ونيلي ما طلعتش قالت اي حاجه وقتها ولا نفت ولا اكدت الكلام. ومن ايام ناخد الصدمه الحقيقيه وتعلن نيلي انها اتطلقت من هشام عاشور، وكل اللي قالته يكبر الإنسان 3 أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له. أما هشام فضل إنه ما يتكلمش عن أي تفاصيل عشان يتكتب آخر سطر في الجوازة اللي كتير من محبين نيلي شايفين إن فشلها كان أمر طبيعي ومتوقع. بس في نفس الوقت جمهور نيلي متأكد إنها تقدر تقوم من الأزمة دي بسرعة وترجع تاني تمتعنا بأعمالها المميزة.